السلام عليكم كتكوتاتي حبيباتي الحلوات، أهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم بسمة. الطبق حقنا اليوم هو السلو أو الصفوف المغربي، بس هذه المرة باللهجة الخليجية، نزولا عن طلب مجموعة من المتتبعات حقي في سناب، وأنا أكيد ألبي رغبتهم وبكل حب وبكل سعة الصدر. مرحبا بكم، ونروح للمقادير وطريقة التحضير. وكمرحلة أولى مرحلة تحميص، نحمص كيلو دقيق بهذه الطريقة فوق نار هادية جدا مع التحريك المستمر مشان ما ينحرق علينا الدقيق، ونحصل على لون حلو كذا. وثاني شي نسلق اللوز، نصف كيلو لوز، 3 دقايق في المي بس مشان يسهل علينا تقشيره بهذه الطريقة، ونقشره وننشفه ليلة كاملة، ثم نقليه بالزيت حتى يصير بهذه الطريقة. ونطحنه، نطحن 1/4 كيلو، ونحتفظ بالربع الثاني كمان سمسم نحمصه ونطحنه بهذه الطريقة، والربع الثاني نحتفظ به مهرمش بالطريقة هذه. الربع الثاني نهرمشه بالطريقة هذه. عندنا 1/4 كيلو لوز كمان مهرمش، 1/4 كيلو سمسم مطحون بالطريقة هذه حتى وصل لمرحلة انه يفك الزيت حقه. كمان 1/4 كيلو لوز مطحون بهذه الطريقة. عندنا كمان زبدة مذابة. عندنا كمان 5-6 ملاعق عسل، أحب العسل مرة في السلو. عندنا هذا الزيت اللي قلينا فيه اللوز نحتفظ به. عندنا ملعقة قرفة، عندنا ملعقة شمر، عندنا ملعقة ينسون، كلهم محمصين ومطحونين ومنخولين طبعا. عندنا حبتين من جوز الطيب، مرة تعطي لذة غير طبيعية. عندنا ملعقة صغيرة من الملح. ثم نحتفظ باللوز كذا حبات مقلية، والسمسم حبات كمان هذه للتزيين كاختيار. كمان عندنا نصف كوب سكر ناعم ننخله بطبيعة الحال. وأهم شيء وآخر شيء اللي هو الدقيق اللي يتحمص بهذه الطريقة يعطينا هذا اللون الحلو مرة. هذه هي المكونات حقنا، نحطها قدامنا مشان لا ننسى ولا شيء. ونبدأ. أول شيء نحط السمسم المحمص المطحون بالطريقة هذه، ثم 1/4 كيلو من اللوز المطحون بهذه الطريقة. عندنا هون قرفة، ملعقة قرفة، ملعقة شمر. يا الريحة طالعة مرة تجنن، ريحة اليانسون كمان محمص مطحون. عندنا ملعقة صغيرة مرة من الملح لتحسين الذوق. عندنا نصف كوب من السكر ناعم، كمان جوز الطيب نبشره بهذه الطريقة يعطي لذاذة مو طبيعية. جوز الطيب صراحة رائحتها مرة تجنن، أنصحكم به. خلصنا المكونات الناشفة، ذا الحين حنمر للسائلة. عنا الزبدة نحطها على المكونات. عنا 5-6 ملاعق من العسل، يعني فيكم ما تحطوا عسل وبداله تزيدوا بدل نصف كيلو النصف كوب سكر ناعم تحطوا كوب كله وخلاص يصير ما تحتاجوا عسل. ونخلط بهذه الطريقة، نحاول نجمع المكونات مع بعض وتتجانس مع بعض. والرائحة ما أقولكم عليها صراحة مرة حلوة، اليانسون الشمر السمسم اللوز كلها أشياء صحية ولذيذة، وخصوصا برمضان تعطي طاقة رهيبة. احنا في المغرب صراحة كطبق رمضاني بامتياز، لا يخلو كل بيت مغربي منه. وبالنسبة للمرأة الحامل يدوبها ولدت صراحة حلو مرة هذا الطبق، لأنه يعطي حليب للنونو، يوفر حليب للنونو. هون عندنا السمسم اللي بس هرمشناه مع اللوز يكون آخر شي.
مشان لما تاكل السلو تحس بالقرمشة حقت اللوز كذا والسمسم ولذتهم. نحاول ندخل مكونات كمرحلة أخيرة زي كذا بهذه الطريقة. نحتاج شوية طاقة في هذه المرحلة، يعني مشان تتجانس المكونات مع بعض، ما يصير القرفة في جهة واليانسون في جهة ثانية والشمر في جهة ثانية. لا لازم تتجانس المكونات مشان تعطي نفس المذاق في الطبق كله. ونستمر بهذه الطريقة وخلاص يكون طبقنا جاهز. ونزينه على حسب كل واحدة وحلاوتها في التزيين ترتيبها. نزينه بالسمسم واللوز بهذه الطريقة. وبالصحة والعافية عليكم، والأكثر لذاذة، أكثر منظر، أكثر رقة، ممكن زينه بهذه الطريقة هذه للمناسبات الراقية جدا. صحة وعافية حبيباتي، ورمضان كريم على